طب ايه سبب الحراره دي كلها؟ الجواب في 3 كلمات: ثاني اكسيد الكربون. زي ما قلنا نسبته كانت عاليه جدا، وده خلى الاشعه الشمسيه تتحبس جوه الغلاف الجوي وتحول الكوكب لفرن ضخم. بس في علماء بيقولوا لا، ثاني اكسيد الكربون مش لوحده. بيقترحوا ان الشمس كانت اضعف شويه من دلوقتي، وان الحراره حصلت بسبب عوامل تانية زي حركه القارات وتفتت بنجيه، والغازات اللي طلعت من البراكين واللي هنتكلم عنها كمان شويه، والتيارات البحريه اللي كانت بتوزع الحراره بشكل مختلف. طيب والبحر؟ انتوا فاكرين البحر كان في مكانه؟ البحر وقتها قال لك انا طالع وهوسع شويه، وفعلا مستوى سطح البحر ابتدى يرتفع لمستويات خرافيه. ليه؟ مفيش جليد بيتجمع في القطبين، والقشره الارضيه كانت بتسخن وتتوسع، فالبحر بيغرق اجزاء كبيره من الارض، وده خلى السواحل تختفي في اماكن، وابتدت تظهر بيئات بحريه ضحله وسط القارات مليانه حياه بحريه وطحالب وسلاحف وسمك غريب الشكل. بس مش كل الاماكن اتاثرت بنفس الطريقه، اللي في المناطق المنخفضه اتغطت، واللي في المرتفعات نجا مؤقتا لحد ما الارض نفسها اتكسرت وحصلت تغيرات تانيه. طيب هل كل العلماء متفقين على ده؟ مش بالظبط. في دراسات حديثه بتقول ان المناخ الجراسي ما كانش مستقر قوي، وان في تقلبات مناخيه محليه كانت بتحصل. في مناطق كانت بتعاني من جفاف طويل، ومناطق تانية كان بيغرقها المطر باستمرار. يعني كان عندهم نشره جويه بس بمزاج الديناصورات.